ويحين الآن موعد مطالعتنا لصحف لندن العربية بصحبة إبراهيم حمادة. أهلا بكم. نبدأ جولتنا من صحيفة القدس العربي التي اهتمت بتغطية الشأن السوداني، ونقرأ فيها خبرا بعنوان: السودان، البشير نزيل سجن كوبر مع شقيقيه وقيادات في حزبه، واشتباكات بين الجيش والاستخبارات في دارفور. وفي التفاصيل: واصل المجلس العسكري في السودان أمس الأربعاء القيام بإجراءات تعزز الثقة به أمام المتظاهرين الذين لا يزالون مصرين على مطلبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وبحسب القدس العربي فقد تم نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم وفق ما أكد مصدر في عائلته. كما أعلن متحدث باسم المجلس العسكري أن الاعتقالات جارية لرموز النظام السابق، وأبرزهم عبد الله وعباس شقيق البشير. وتقول الصحيفة إن ممثل البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غربي السودان جيرمايا مامابولو أبلغ مجلس الأمن أن اشتباكات تدور في إقليم دارفور منذ عزل الرئيس عمر البشير بين الجيش السوداني وأجهزة المخابرات. وبحسب القدس العربي فإن أوغندا تبحث منح حق اللجوء للبشير رغم الاتهامات الموجهة إليه من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وإلى شأن عربي آخر، وهذه المرة عبر صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ فيها خبرا بعنوان: حزمة اتفاقات تكرس التعاون السعودي العراقي. الملك سلمان لعبد المهدي: يجمعنا الدين والأمن والمصالح المشتركة. وفي التفاصيل: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس جلسة محادثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي قام بزيارة إلى المملكة على رأس وفد كبير. وبحسب الصحيفة توجت جلسة المحادثات الرسمية بين الجانبين بتوقيع حزمة اتفاقيات تكرس التعاون الثنائي بينهما. ووقع البلدان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت المجالات السياسية والاستثمارية والزراعية والصناعية والنفط والغاز والربط الكهربائي، بالإضافة إلى التعاون في المجال الثقافي والفني. من جانب آخر، بحث مسؤولون سعوديون في الرياض أمس مع وفد عراقي ضم أكثر من 70 رجل أعمال الفرص الاستثمارية بين الجانبين. ومن الشرق الأوسط إلى صحيفة العرب التي اهتمت بالشأن اللبناني عبر نشر تقرير تحليلي بعنوان: مخاوف من انفجار شعبي يؤدي إلى أزمة حكم لبنانية، تحرك العسكريين المتقاعدين إنذار موجه إلى الحكومة برمتها، وجبران باسيل يعد نفسه مرجعا للسلطات في لبنان. وفي التفاصيل: توقفت الأوساط السياسية في بيروت عند تحركات في الشارع قام بها العسكريون المتقاعدون، وأغلق هؤلاء عدة مداخل لبيروت مؤكدين رفضهم لدعوة وزير الخارجية جبران باسيل إلى خفض رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب المتقاعدين. وبحسب صحيفة العرب فإن تحرك العسكريين المتقاعدين ارتدى طابع إنذار موجه إلى الحكومة بكاملها في ظل مخاوف من انفجار شعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي لا سابق لها التي يمر بها لبنان. ونختتم جولتنا من صحيفة الحياة اللندنية التي اهتمت بتغطية الشأن التركي، ونقرأ فيها خبرا بعنوان: مرشح المعارضة يتسلم رئاسة بلدية اسطنبول في انتظار نتيجة طعن حزب أردوغان. وفي التفاصيل: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أغلو برئاسة بلدية اسطنبول بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات، لكن اللجنة ما زالت تبت في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم لإعادة التصويت في المدينة، متذرعا بمخالفات بحسب الحياة اللندنية. إبراهيم حمادة طالع صحف لندن العربية.